شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 ارتفاعا مفاجئ ببداية التعاملات في سعر السوق. الفراخ البيضاء بالبورصة والأسواق بقيمة 6 جنيه للكيلو الواحد، لتسجل الآن 71 جنيه وفقا لآخر تحديث لشعبة الدواجن الرئيسية. ارتفع سعر الدواجن البيضاء في مزرعة لتسجل 71 جنيه بدلا من 65 جنيه لتصل للمستهلك ب 80 جنيه. انخفاض سعر الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 59 جنيه بدلا من 60 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 67 جنيه. استقرار أسعار الدواجن للساسو الفراخ الحمراء اليوم لتسجل 86 جنيه لتصل للمستهلك بقيمة 94 جنيه. استقرار أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزارع لتسجل 99 جنيه وتصل للمستهلك ب105 جنيه. سجلت أسعار البانيه اليوم 175 جنيه وينخفض سعره بحسب المنطقة السكانية. وسجلت أسعار الأوراق بقيمة تتراوح بين 75 أو 81 جنيه للكيلو بحسب المنطقة السكانية. وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعر يتراوح بين 65 جنيه و70 جنيه للكيلو. ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 جنيه و60 جنيه. هبط أسعار الكتاكيت في المزارع لسجل الكتكوت الأبيض 12 جنيه، كما سجل كتكوت الساسو 11 جنيه وكتكوت البلدي 7 جنيه. وانخفض سعر الكتكوت الهجاني ليسجل 7 جنيه وتقريبا الفيومي 8 جنيه. أسعار البيض في مصر اليوم. استقرار أسعار البيض في مصر اليوم ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 99 جنيه، بينما سجل سعر الطبق البيض الأحمر إلى 105 جنيه، ووصول سعر الطبق الأبيض البلدي إلى 110 جنيه. شكرا ليك على المتابعة. ما تنسانيش لو أول مرة تشوفني في لايك وكومنت واشترك وفعل زر الجرس واختار كلمة كل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.